صباح الخير، صباحك معطر بذكر الله. إن المنافقين يخادعون الله والله خادعهم. صدق الله العظيم. طبعا كلنا شايفين اللي بيحصل على السوشيال ميديا والهيجان اللي هب فجأة زي البابور الجاز كده لما كان بيهب زمان. ما بقى لهم هم عمالين يتكلموا، بس الهبة دي جاية بعد ايه؟ عايزين نعرف الهبة دي جت بعد ايه، عشان عايزين نحدد عدونا. بس عدونا بقى كتير قوي. لو قلنا امريكا وان احنا وقفنا قدام امريكا، لو انتوا طبعا مش فاكرين لما زعيم مصر عزيز مصر قال لهم لما تعدوا قناة السويس لازم تدفعوا فلوس. دي خبطة في النافوخ، ازاي انت تعمل كده؟ وولود الوزة اللي جنبنا لما جه هجروا الفلسطينيين قال لهم لا، ممنوع حد يهجر فلسطينيين، الفلسطينيين ما يتهجروش. دي التانية، خد بالك بس عشان تبقوا فاهم. التالتة ايه هي بقى؟ ان احنا ما دخلناش التحالف العربي عشان ايه؟ عشان ما نحاربش مسلمين، عشان ما نضربش الناس اللي بيقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله وما خفي كان اعظم. عايزين يصدروك لايه؟ يبقى انا قلت لا لثلاث حاجات مهمين قوي. ثلاث حاجات مهمين قوي. قلت لا لولود الوزة، وقلت لا لولود عمهم في امريكا، وقلت لا للجماعة قرايبنا العرب. فهنا راحت البابور راح هابب. البابور هب. لما هب اشتغلوا الملاعين المنافقين اللي هم مننا. ما هي النصيبة السوداء ان هم مننا، ما هي مشكلة، بس احنا في مننا واكثركم الفاسقون كتير، يعني بره وجوه وحكايات كده. فلازم نبقى فاهمين ان الهبة دي ليها اساس. الاساس ده في ثلاث حاجات. الثلاث حاجات هم اللي بيدعموا المنافقين، عشان هم مش عايزين الزعيم اللي ربنا سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات هو اللي جابه لنا. تعالوا نبص ونحسب، تعالوا نحاسبه في ال 13 سنة اللي قعدهم. عمل ايه؟ سوى ايه؟ ما تقولوا لنا كده عمل ايه؟ عمل كل حاجة حلوة، ما فيش حاجة عملها وحشة، ما شاء الله رب العالمين. خلى الدولة دولة. اللي عمالين يقولوا لك ده بيبني في قصور وبيجيب طيارات وبيجيب هباب ويجيب بلا ازرق، الله يخرب بيوتهم المنافقين اللي بيضللوا الناس الغلابة. الناس الغلابة اللي قلوبها مش عارفة فين الخير وفين الشر. ما انت لو تستفتي قلبك وقلبك فيه الخير هيدلك على الخير، استفتيت قلبك وقلبك مليان بالحقد والغل والسواد مش هيدلك الا على السواد. ففي ناس بتسمعهم ماشيه معاهم، يقول لك ده هو ده كلام مظبوط، ده احنا مش لاقيين، ده احنا الحكايه، ده احنا الروايه. تعالوا كده، تعالوا نحسبها كده. اللي اتعمل في مصر دي ما عملوش محمد علي. يعني محمد علي اللي النهضه الكبرى اللي عملها في الزراعه وفي كل مجال، اللي اتعمل ده بقى كان، خد بالك، كان تعدادها اياميها 1.5 مليون. النهارده 100 مليون و5. هنقول 100 مليون، مش هنحسب الخمسة الملاعين اللي هم شغالين عشان يقدروا على 100. هم شغالين عشان يقدروا على 100. الخمسة دول بياخدوا فلوس ومتبغددين و100. في خلايا نايمة كتير عندنا في مصر. اوعى تفكروا ان الجماعه بتوع الابراز دول لا، ده هم يتكنوا وبعدين يقوموا طالعين يتكنوا. وهم من ساعه ما عملهم الملعون ابن الملاعين اللي عملوه اليهودي ده اللي اسمه البنا، وهم كده عايزين يقضوا على البلد. كل ما البلد تقوم عايزين ينزلوها، كل ما البلد تقوم هو ده اللي عايز يكسرك بيه. جماعة لبراس، أنا مسميها جماعة لبراس، مش الجماعة مش بتاع توفيق عكاشة اللي يقول لك اللية وملية. لا، هم براس البرص اللي بتديله بالشبشب كده تموته. هم دول عايزين يموتوا بالشباشب. فلازم يا شعب يا جميل تبقى فاهم. ربنا ينور بصيرتنا جميعا. البصيرة هي القلب. ربنا ينور قلوبنا جميعا ونشوف الخير من الشر. وعمرنا ما بنجوع، وعمرنا بتعدي علينا محن كتير قوي وبنعديها بأمر رب العالمين. ودي محنة وهتعدي،
شوية وشوشة كده وهيعدي، بس التانيين مش قادرين، عايزين يخلصوا بسرعة عشان يعملوا الخرية الكبرى بتاعتهم. لازم تبقوا فاهمين بقى الكلام ده. دول واخدين العرب كلهم تحت بطاطهم يا ناس، كل العرب واخدينهم تحت بطاطهم إلا مصر. تحياتي وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.